لو أول مرة تتابع القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التفاصيل الجديدة أول بأول، وعشان بعد ما التقديم ما يقفل هنتابع مع بعض الرسالة وصلتنا أو ما وصلتناش. هنتابع مع بعض ازاي نعمل تظلم، هنتابع مع بعض ازاي نعرف ان المسلم هينزل لنا امتى، هنعرف ازاي ندفع الأقساط. فكل الكلام ده هنشرحه بفيديوهات ان شاء الله في وقتها. فانت لازم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي تحديث او اي حاجة بتنزل من الاسكان بننزل لها فيديو وبنشرحها. وكمان تعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس اللي لسه مقدمة او ناوية تقدم. يا جماعة، إعلان سكن لكل المصريين 7 لمحدود الدخل يعتبر من أهم الإعلانات اللي نزلت مؤخرا، سواء كنت بتقدم لأول مرة أو في الإعلان التكميلي. في الفيديو ده هقولك كل حاجة خطوة بخطوة: إزاي تتعامل مع مشاكل منصة مصر الرقمية، المواعيد النهائية للدفع، إيه المطلوب منك بعد ما تدفع جدية الحجز، إيه الفرق بين الاستلام الفوري والاستلام بعد 3 سنين، وإيه اللي بيحصل في حالة الرفض أو التظلم. يعني الفيديو ده بمثابة خريطة كاملة من أول ما سجلت لحد استلام الشقة بإذن الله. أولا، مشاكل منصة مصر الرقمية. كتير من الناس بيواجهوا مشاكل في التسجيل أو تحميل المستندات. أحب أطمنك إن ده مش عيب فيك أنت، دي مشكلة عامة في المنصة. طب الحل إيه؟ تتصل على رقم مصر الرقمية اللي هو 15 3 9 وتقدم شكوى على منصة مصر الرقمية، وتقدم شكوى في موقع الصندوق. وكل ده شارحينه ازاي تعمل الشكاوي دي. لو انت مش عارف خش اتفرج على الفيديوهات، هتلاقي اللي هي ازاي تعمل وتسجل الشكوى. وخلال يومين او 3 بالكتير المشكلة بتتحل. نصيحة: احتفظ برقم الشكوى عشان لو حصل تأخير تعرف تتابع الشكوى دي. ثانيا، دفع جدية الحجز. بعد ما بتسجل على الموقع وتنزل كراسة الشروط لازم تستنى يومين عشان بياناتك توصل للبريد. بعد كده تروح أي مكتب بريد تدفع جدية الحجز. طب مواعيد الدفع: آخر يوم للدفع يوم 14/9. لو رحت يوم 14 نفسه وسجلت يوم 14 نفسه لازم ترجع تاني يوم، اللي هو 15/9 بالكتير عشان الدفع يتسجل. لو رحت قبل كده وما لقيتش اسمك في البريد استنى يومين وارجع عادي، مفيش مشكلة. بس أهم حاجة تكون دافع قبل يوم 15/9. وخد بالك لو اتأخرت عن 14/9 التقديم هيعتبر لاغي. لازم تدفع بالقيمة المحددة في كراسة الشروط 10% من تمن الوحدة. ثالثا، بعد الدفع المطلوب منك ايه؟ ناس كتير بتسأل هل لازم ارفع ايصال الدفع على الموقع؟ الإجابة لا، لا، مش مطلوب منك اي اجراء اضافي دلوقتي. كل اللي عليك تعمله هو الانتظار لحد ما توصل لك الرسالة من صندوق الاسكان. بس بتخش على الموقع تطمن ان ده تم تغيير اللي هو الحالة اللي تم الدفع. رابعا، انواع الاستلام. هنا في حاجتين: استلام فوري واستلام اللي هو بعد 36 شهر اللي هو بعد 3 سنين. الاستلام الفوري أول رسالة توصل لك إنك منطبق للشروط، بعدها بينزل ليك استعلام ميداني على السكن أو العمل، والملف بيتبعت للبنك. البنك بيتواصل معاك، تتفق معاه على المقدم والأقساط، وتدفع المقدم وتستلم العقد، وتقدم على المرافق وتستلم الشقة. وألف مبروك، بعد ما تكمل الأقساط تبقى الشقة تمليك بالكامل. الحاجة التانية الاستلام بعد 3 سنين اللي هو بعد 36 شهر. الرسالة بتحدد لك مواعيد الأقساط الربع سنوية. هتجيلك رسالة بتحدد لك المواعيد الأقساط بتاعت الربع سنوية. بعد 3 سنين الملف يروح للبنك وتبدأ نفس خطوات الاستلام الفوري. والاقساط الربع سنوية دي غير الاقساط اللي هتدفعها للبنك بعد كده. يعني بعد 3 سنين لسه هيبقى عندك اقساط شهرية للبنك حسب الاتفاق من 10 ل20 سنة. طب في حالة الرفض، لو الرسالة جاتلك انك غير منطبق للشروط ليك حق تقدم التظلم.
وأسباب الرفض ممكن تكون ورق ناقص، دخل غير مطابق، بيانات غير صحيحة، أو حالة اجتماعية متغيرة، أو في ورقة نسيت ترفعها. وكل ده هنشرحه مع بعض في إزاي تتعامل مع التظلم. فأنت لو ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك أي فيديو ينزل على القناة. بعد ما بتقدم التظلم بيتم المراجعة، ولو اتقبل بتكمل زيك زي أي متقدم منطبق الشروط. فنصايح مهمة جدا: تابع دايما المواعيد المعلنة في كراسة الشروط، ما تتأخرش عن يوم 14 إلا للضرورة، خليك جاهز بكل أوراقك ومستنداتك عشان لو طلبوا أي حاجة إضافية. احتفظ بكل الإيصالات وأي مستند رسمي معاك. أي مشكلة بتواجهك الحل دايما من خلال الشكاوي الرسمية أو من خلال مكاتب البريد المعتمدة. فأنت دايما لو عندك أي مشكلة زي ما قلنا اعمل شكوى واتصل بمنصة مصر الرقمية. فدلوقتي مش مطلوب منك بعد الدفع غير إنك تستنى رسالة من الصندوق. بعد الرسالة ما تجيلك إما تبدأ إجراءات الاستلام أو تقدم تظلم لو اترفضت. ولو عندك أي استفسار تكتبه في التعليقات وإن شاء الله هرد عليك، ولو في حد من المشتركين برضك عنده معلومة هيرد عليك. ولو حد عنده معلومة ازاي حل المشكلة بتاعته يكتبها في التعليقات ونساعد بعضينا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتعمل شير عشان غيرك يستفيد. ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان أي تحديث جديد بنشرح له فيديو يوصلك إشعار بيه.